مصدر من الزمالك يعلنها. مدرب الزمالك جوزيه جوميز منبهر من النادي الاهلي ومن جماهيره. تعرف على ما حدث بعد لقاء القمة بين الاهلي والزمالك في كأس مصر، على الرغم من ان نادي الزمالك قدم اداء جيد، وعلى الرغم ايضا من ان الزمالك بعد انتهاء اللقاء ما كانش راضي على النتيجة، وجوزيه جوميز قال ان الزمالك كان يستحق الفوز، واعترض بشكل قوي جدا على الحكم البرازيلي. ولكن اكد مصدر من داخل نادي الزمالك على ان مدرب الفريق البرتغالي جوزيه جوميز بعد احداث اللقاء تحدث للمقربين منه، واكد على ان هناك فرق كبير في العقليه ما بين لاعيبه النادي الاهلي والزمالك، وانه كان واضح في الملعب جدا هدوء لاعيبه النادي الاهلي عكس لاعيبه نادي الزمالك، وان لاعيبه نادي الزمالك لو كان عندها نفس هدوء وسكت لاعيبه النادي الاهلي لكانوا فازوا في المباراه، مؤكدا على ان اللي صنع الفارق للنادي الاهلي واللي خلاه يكسب في النهايه هو شخصيه لاعيبه النادي الاهلي، وايضا الحضور الجماهيري اللي كان اكبر بالنسبه للنادي الاهلي من الزمالك، مؤكدا جوميز على ان الشخصيه اللي عند لاعيبه النادي الاهلي والروح اللي عند لعيبه النادي الاهلي والعقليه اللي عندهم هي دي اللي تنقص نادي الزمالك كي يستطيع الفوز بالبطولات.